مرحبا بكم في هذه الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقولكم وارتاحوا. اليوم غادي نسافروا للأماكن العامة باش نفهموا سر بسيط ومهم. علاش كل الأبواب ديال الحمامات في المحطات والمولات والمطاعم كتكون قصيرة من تحت والفوق؟ كاين اللي كيحساب ليه أن هادشي غير غلط في التصميم أو قلة ديال الفلوس، ولكن الحقيقة هي أن هاد القصر وراه أسرار كتيرة، أسرار مبنية على العقل والمنطق. واليوم غادي نكشفوا هاد الأسرار جميع. أول سر هو التنظيف والصيانة. على قبل المساحة ديال الأرض، هاد الفراغ كيخلي تمرير المساحة والمفركشة ساهل بلا ما يتأدى الباب أو يتخدش. هادشي كيسهل على عمال النظافة الخدمة ديالهم، وحتى المياه اللي كتراكم في الأرض كتهبط بزربة بلا ما تخمج الباب. زيد عليها أن هذا الفراغ كيخلي تدوير الهواء ساهل، الهواء المنعش كيدخل من تحت وكيدفع الرطوبة والروائح الكريهة. هذا تدوير الهواء الجيد كيحمي الحمام من تراكم الجراثيم والفيروسات والعفن والمرض. وكاين أسرار أخرى كتعلق بالسلامة والأمن، مثلا في حالات الطوارئ إلى وقع إغماء لشي شخص أو طفل صغير تحجز في الداخل، العمال أو المنقذين كيقدروا يدخلوا بزربة من هذا الفراغ بلا ما يقطعوا الباب. وحتى للكشف على النشاطات غير القانونية أو التدخين في أبواب طويلة كانت غتصعب المراقبة. وحتى ميزان الفلوس والميزان الوقت، الأبواب القصيرة أرخص في التصنيع والنقل، وهذا الفراغ كيخلي تركيب الباب سهل بلا ما يتنفخ ويتخسر. والأهم من هذا الشيء، هذا القصر كيقلل من وقت استعدام الحمام، حيث الانزعاج كيخليك تسرع وسهل تعرف إذا كان الحمام خاوي أو عامر بمجرد رؤية الأرجل. هذه الأبواب القصيرة مصوبة بميزان وحكمة عظيمة: ميزان التنظيف، ميزان تدوير الهواء، ميزان السلامة، والميزان ده الوقت والتوفير. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.